ركز معايا هنا يا حبيبي عشان نعمل مع بعض احلى واسرع سحور مش هياخد منك وقت ولا يخلي دمك يفوق. اللمه على السحور النهارده مش محتاجه غير كام بيضه وشويه حاجات خفيفه عشان نظبط الكلام. يعني مثلا نجيب طماطميتين ونديهم تشريح سمك متوسط، اما بالنسبه للبصل فيكون ابيض من قلبك الابيض وتديها تكعيب من غير عيب، واختمها بوحوح بس على الخفيف منه. ما تنساش السحور مش عايزين صدورنا نار ما يطفيها بحور. وقبل ما اقول لك نروح على مرحله البوتاجاز هقول لك صلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبك يطيب، وادعي لاخويا والامي والامواتنا بالرحمه واللايك في ايدك، ونروح على البوتاجاز مع بعض عشان نحط طاستنا الحلوه وحته زبده خفيفه تبدا تسيح. ننزل بالبصل والفلفل نديهم تشويح ونسيبهم على مهلهم على ما نفقش البيض. الاكل حسب عدد الافراد، تقدر تزود البيض زي ما انت عايز، 1 2 3 حط ما يهمكش، وبالتاكيد رشه الملح والفلفل الاسود ونديهم ضربه حتى التنعيم. وبعدها لو عندك بسطرمه ماشي، لحم سلامي ماشي، بيكون مدخن ماشي، ايا كان المتوفر عندك اديهم شرايح وناخدهم على البوتاجاز فوق البصل اللي اتكرمل في انجاز، ونديله تشويح شمال في يمين لحد اما الصدمه تتشاف بالعين. 5 دقايق بالكتير ونلمهم من على النار في طبق صغير على جنب شويتين، ونرجع في نفس الطاسه وننزل بحته زبده ونبدا نرصص شرايح الطماطم، تتساب على كل جنب دقيقتين 3 بالكتير لحد اما تبدا تدخل في التتبيل. ننزل عليهم باللي شوحناهم منذ قليل، وناخد بالنا من اللغه العربيه يا رب الصرف يكون باين. وبعدها ننزل بالبيض مع التوزيع ونهدي النار تماما ونغطي عليهم ونستنى لحد اما كلها تدخل في التسويه. مش هتاخد اكتر من 10 دقايق بالكتير. ووقت التقديم عايز تاكل زي ما هي ماشي، عايز تقلبها على طبق زي ما انا ما عملت برده ماشي، لكن بما انه برده زي ما اتعلمتها جبنه على الوش فانا عندي اللبنه اللي عملتها بايدي. ما يمنعش لو وزعنا حبه على كل طماطمايه، وبالهنا والشفا على قلب كل اللي قرب وجرب. نجرب بقى الخلطة الحلوة. يا سلام يا سلام. الله ايوه والله يا جماعه النبي عربي. بلا شوكة بلا سكينة بلا بتاع. هم اللي طلبوا مني ان انا اكل قدامكم بالشوكه والسكينه. قال ايه اتيكيت. بص بقى ايه، شوية عيش، علبه زبادي، لبن رايب، اي حاجه بس في الخفيف خفيف. انا جاي لكم يا جماعه مش هاكلها لوحدي، يعني في الخفيف خفيف. ها زي ما قلت لك في الخفيف خفيف، وحوح الكلام. ها مساء الزبده، وما تنساش تدعي الام والاخويا والامواتنا بالرحمه، وصلي على حبيب لك قلبي وقلبك يطيب. وكل سنه وانتم طيبين. بسم الله. ايوه جاي.